من وانا عندي 10 سنين كنت بشوف الناس اللي بتروح الجامع وبتصلي عندهم قدره الهيه مش موجوده عندي، وان يوم ما هبقى زيهم وعندي القدره ديت هستقيم. ودلوقتي انا عندي 22 سنه وبرضه مش بصلي. ولما قعدت مع نفسي وفكرت لقيت هو كده فين العدل الالهي؟ فان الناس اللي بتصلي عندهم دعم سماوي مش موجود عندي. بصيت على العمر اللي بيعدي مني يوم بعد يوم، ساعتها عرفت اني علشان انضم للمصليين لازم اشيل من دماغي مقوله يوما ما، وده لان اليوم اللي انا مستنيه ده مش هيجي. والدليل على كده ان انا عندي 22 سنه وانا مستني اليوم ده يجي بقالي اكتر من 12 سنه. فلو انا فضلت مستني اليوم ده يجي اجلي هيجي وانا مستني يوم معين لما يجي علشان التزم في الصلاه. بس الفكره ان الصلاه كانت تقيله والالتزام بيها كان صعب. بس برضه لما فكرت عرفت ان اصعب نقطه هي نقطه البدايه، والبدايه كانت اني اطرد فكره يوما ما من دماغي وابدا اصلي من النهارده. وده لان الاجل او الموت ملهوش ميعاد، والمقابر مش مكتوب عليها للكبار فقط. فاستقيم والتزم بصلاتك علشان اليوم اللي انت مستنيه علشان تنهدي فيه مش هيجي. فلو انت قابل انك تروح